بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شباب تانية سنة عاملين يا رب تكونوا بخير. وبشركم بسنة سودة. إن شاء الله مع بعض النهاردة أول درس تفاضل. أول درس تفاضل النهاردة اسمه معدل التغير. درس سهل ولذيذ جدا، بس صلى على النبي وسم الله وتعالى نبدأ واحدة واحدة كده. طيب زي ما أنت متعود والله طبعا الشرح هينزل لك على اليوتيوب تمام، والإيه الحل طبعا معلش حل الكتاب بتاعنا وحل الكتاب المعاصر موجود على المنصة إيه عندنا. طيب ادي يا عم معدل التغير. بيقول لك بقى يعني ايه معدل التغير؟ تعالى الاول قبل ما نخش الدرس بتاعنا تعالى نفهم واحده واحده كده. واحده واحده كده. معدل التغير ان عندك في حاجه اسمها هتجيبها داله التغير ومتوسط التغير، وبعد كده في الاخر عشان تجيب معدل التغير هتجيبهم من داله التغير ومتوسط التغير. فتعالى واحده واحده كده نعرف ازاي هنجيب معدل التغير، ويعني ايه داله التغير، ويعني ايه متوسط التغير. تعالى نفهم مع بعض واحده واحده كده. سمي الله وصلى على النبي كده يلا. طيب والله معانا داله بالشكل ده كده، معانا داله بالشكل اللي قدامك ده كده، داله س مرسومه بالشكل اللي قدامك ده كده. صح وفوق معايا كده. طيب معايا هنا مثلا وليكن هنا معايا س واحد هنا اهو. ادي معايا هنا س واحد اهو، دي س واحد اهو. هطلع قدامها ايه في الداله كده هنا كده، دي اسمها ايه اهو، وبالها هنا كده اهو اسمها ايه؟ والله دي اسمها ايه؟ اسمها صاد 2. صاد معلش واحد، صاد واحد اسف، صاد واحد تمام، وبالها هنا كده صاد واحد تمام. نيجي هنا كده دي ايه؟ دي س 2 وبالها فوق كده اهوت، وبالها هنا كده اهوت اهو، دي اسمها ايه؟ صاد 2 تمام. دي ايه؟ ادي س واحد ادي س 2. الجزء ده كده ايه اللي حصل؟ الداله لما راحت من س واحد لس 2 ايه اللي اتغير؟ صاد واحد اتغيرت برضه. اهو الداله اهو، شوف انت ملاحظ اي حاجه؟ السين واحد اتغيرت وصلت لسين 2 اهو، يعني زادت الشويه دول كده، مشيت الشويه دول. يعني كنت واقف هنا، بدل ما انا كنت واقف هنا تمام، لا مشيت لحد هنا. لما وصلت لهنا لقيت صاد 2 اتغيرت برضه. ايه اللي حصل؟ صاد واحد اتغير ايه؟ اتغيرت بقت صاد 2، يعني القيمه اتغيرت تمام. طيب قال لك بقى الايه؟ الجزء ده كده ليه مسمى عندنا اسمه ايه؟ والله ده اسمه كده ايه؟ هنجيب له حاجه اسمها داله التغير. ده اسمه ايه؟ داله التغير. الداله لا احنا هنجيب داله زي مثلا مش عارف داله س بتساوي مش عارف س تربيع زائد مش عارف كام. هتبقى ايه؟ عشان نعرف الجزء ده بكام، علشان نعرف الجزء ده بكام هنجيب له داله اسمها داله تغير. عشان نعرف الجزء ده بكام هنجيب له حاجه اسمها داله تغير. طيب وعلشان تجيب الجزء لازم يبقى معاك س واحد وس 2. طب تمام. طب انت اصلا عشان تجيب انا فاكر كنت حل معاك مساله من مستويات التفكير ولا كنت حلها معاك في ايه؟ نفس الكلام ده كده، نفس الكلام ده اهو. كان ايه يعني؟ كنت بقول لك مش عارف س واحد على س 2 والكلام ده كله. طيب قبل يا عم ما نشرح له الجزئيه دي كده تعالى الاول معايا واحده واحده. قال لو جيت عشان اجيب بقى ايه الجزئيه دي كده اهو، عشان اجيب الجزئيه دي كده اهو لازم انا اجيب ايه؟ يعني انا عايز اجيب الحته دي كده هتساوي ايه؟ الحته دي كده هتساوي ايه؟ مش دي هتساوي صاد 2 ناقص صاد واحد صاد 2 ناقص صاد واحد. الجزء ده كده صاد 2 ناقص صاد واحد. ده اللي هو ايه؟ مقدار التغير. مقدار التغير فين؟ في الداله. مقدار التغير في الداله اهو تمام. يعني ايه اللي هو الجزء ده كده اللي هو هيساوي ايه؟ صاد 2 ناقص صاد واحد. طيب تمام اهو، يبقى اهو مقدار التغير هيساوي صاد 2 ناقص صاد واحد. بس هتعوض، يعني مثلا فرضنا مثلا كانت الايه؟ الصاد 2 هنا مثلا بخمسه، الصاد واحد معلش هنا بخمسه اسف، والصاد 2 فوق هنا مثلا ب 13. عايز اجيب مقدار التغير هتعمل ايه؟ يبقى صاد 2 ناقص صاد واحد 13 ناقص ايه؟ ناقص 5 تطلع بكام؟ ب 8. 100 100 100 100. طيب في بقى طريقه ثانيه للكلام ده كده، انا ما معيش صاد ايه 2 ولا معايا صاد واحد. هو مديني مقدار س واحد ومقدار س 2، مديني س واحد وس 2. طيب الله الصاد واحد دي بتساوي ايه؟ عشان اشيل الصاد واحد دي بقى، عشان اشيل الصاد واحد ده، عشان اشيل الصاد واحد انا ده اسمه ايه؟ مقدار التغير. انا بعوض في القانون تمام، بعوض في القانون بعوض، لكن ما بسيبهاش كده. يعني انا لو سبتها كده صاد 2 ناقص صاد واحد ايه؟ وقلت له ايه؟ ده هو القانون ايه؟
مش عارف بتاع مقدار التغير. طبعا ايه الكلام ده؟ ايه غلط. ده القانون هعوض في قلبه، ده هعوض في قلبه علشان اجيب المقدار دوت. انما بقى لو معايا الداله، داله التغير، لو انا عايز اجيب بقى الداله، انا عايز اجيب الداله بقى نفسها، عايز اجيب الداله نفسها. قال لك هيبقى نفس الكلام ده اهو، صاد 2 ناقص صاد 1. هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي داله زي مثلا ايه؟ داله س بتساوي معاك ايه؟ بتساوي مثلا س تربيع زائد ايه؟ زائد 1 مثلا. نفس الكلام ده كده يعني. هتجيب داله زي ايه؟ داله س بتساوي س تربيع زائد 1 كده، نفسها كده. تمام. طيب انما بقى انت عايز مقدار التغير، بتعوض لي في قلب القانون بتاع الداله، بتعوض لي في قلب القانون، بتعوض لي في القانون دوت. تمام تمام يا عم. طيب عايزين بقى ازاي نعرف بقى ازاي نجيب الداله؟ قال لك تعالى معايا واحده واحده كده. قال لك صاد 2 دي بتساوي ايه؟ داله س 2 اهي، دال س ايه؟ داله س 2 صاد 2 هيها داله س 2. ما انا لما اجيب داله س 2 هطلع فوق وبالها اهوت، هتطلع ايه؟ اهو اللي هي هتطلع صاد 2. صاد 2 اللي هيها داله س 2. تمام. طيب والصاد 1؟ والله الصاد 1 معايا عندي ايه؟ هتساوي ايه؟ هتساوي داله س 1، يبقى ناقص داله س 1. قال لك الحته دهيت، الحته دهيت، الحته دي كده اللي اتغير ايه؟ التغير فين؟ التغير في الايه؟ في الايه؟ في السينات. التغير في السينات ده هنسمي الجزء دوت هنا، هنسمي ايه؟ المسافه دي كده هنسميها، هنسمي المسافه ديت اهي. قال لي يبقى السين 2 بتساوي كام؟ يبقى السين 2 دي مش بتساوي س 1 اللي هو الجزء ده كله زائد اله اللي هي دي كلها، ما هي السين 2 هنا بتساوي ايه؟ الجزء ده كله اهو، الجزء ده كله. طيب انا هلغي السين 2، هشيلها، هكتب مكانها ايه؟ الجزء دوت اللي هو بكام؟ بس 1 زائد الجزء ده اللي هو بكام؟ به. يبقى كانها داله ايه؟ كانها داله س 1 زائد ه ناقص داله س ايه؟ ناقص داله س 1. بس يا عم. طيب وبعدين؟ قال لك مثلا هو عايز يعرف مقدار التغير مثلا عند مش عارف السين بتساوي كذا. يعني مثلا يقول لك هات لي مقدار ايه؟ داله التغير، اوجد مثلا داله التغير عند س بتساوي مثلا 3 مثلا. عايز اجيب الداله. طب عشان اجيب الداله هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ والله قال لك هتروح تعوض لي في القانون ده اهو، هتروح تعوض لي في القانون. طيب تمام. هتعمل ايه؟ هيبقى مثلا مديك داله س، داله س مثلا بتساوي س زائد 3 مثلا، داله س معاك ب س زائد 3. هتروح تجيب لي داله س 1، هتروح تجيب لي ايه؟ داله س 1 وداله س زائد ايه؟ زائد ه. هات لي داله س 1 زائد ه. داله س 1 زائد ه اللي هي عندك ايه؟ السين ب3، هتشيل السين ايه؟ 1 تحط مكانها 3. اله هتسيبها هي زي ما هي. طيب تعالى كده هات لي ايه؟ داله س ايه؟ زائد ه. ادي داله س 1 زائد ه. عايز داله عفريت، هعمل ايه؟ هشيل السين احط مكانها عفريت. دي ايه؟ هشيل السين ديت احط مكانها س ايه؟ 1. تمام. هشيل احط مكانها س وايه؟ 1 زائد اله. طب ما عندي السين بكام؟ والله عندي السين ب3. عندي السين بكام؟ ب3. تمام. يبقى هشيلها واحط مكانها دي 3 زائد اله. طيب وهنا كام؟ 3. طيب يبقى ايه؟ 6 زائد ه. تمام 100 100. طيب عايز اجيب بقى داله س ايه؟ داله س 1 بقى. انا جبت داله س 1 ايه؟ زائد ه. هات لي داله س 1. يبقى داله س 1 بتساوي، هتعمل ايه؟ بس هتشيل السين واحد تحطها ايه؟ تحط اهو، هشيل السين احط مكانها اهي س 1 زائد ايه؟ زائد 3. السين معاك بكام؟ ب3. تمام؟ يبقى داله ايه؟ 3 زائد 3 بكام؟ ب6. بس. طب وبعدين؟ طيب يلا عوض لي بقى في القانون. انا عايز بقى ايه؟ عايز داله التغير. يبقى داله التغير، داله التغير بتساوي ايه بقى؟ قال لك والله بتساوي داله س 1 زائد ه. داله س 1 زائد ه يلا اللي انا لسه جايب اللي هي ب6 زائد ه ناقص ايه؟ داله س 1 اللي هي بكام؟ ب6. ال6 تروح مع ال6 تطلع داله التغير بتساوي ايه؟ بتساوي ه. هي دي بقى داله التغير، هي داله التغير. بس والله. طيب
يبقى القانون بقى هو اول حاجه بقى عندنا اللي هي ايه؟ اسمها داله التغير. داله الايه؟ داله التغير. طيب والله عندك داله التغير بنرمز لها بالرمز ت ه. ت يعني تغير يعني. داله التغير بنرمز لها بالرمز ت ه. تمام؟ تمام يا عم. قال لك القانون بتاعها ايه؟ لسه قايلين اهو داله التغير اللي هي ت ه بتساوي ايه؟ لسه قايل لك داله س واحد زائد ه ناقص داله س واحد. تمام؟ تمام يا عم. طيب او ايه تاني؟ صاد 2 ناقص صاد 1 اللي هي ايه؟ الطريقه بقى اللي هي مباشره. لو انت مثلا معاك ايه؟ لو انت معاك رسم بياني زي اللي كانت قدامك دي كده، قدامك دي كده اهو، مديلك مثلا رسم، انت قدامك الصاد 1 على الرسم الصاد 2. تمام؟ هو عايز مقدار التغير، هيطلع له ايه؟ هيطرح لي دول ايه؟ هيطرحهم من بعض. هيطرحهم من بعض. تمام؟ طيب او هتجيب صاد 2 والداله بقى قدامك، هتجيب لي صاد 2 هتعوض لي عن السين 1 وتجيب لي صاد 2. تمام؟ طيب وبعدين عشان بقى تجيب الايه؟ ده لو انت بتجيب مقدار بتجيبه على طول من هنا. انما بقى لو هو بقى مش ايه؟ مش مديك الداله، يعني مثلا هو مديك ايه؟ يقول لك عايز اوجد داله مش عارف التغير لما مش عارف السين بتساوي كذا. تمام؟ وهو نفس الكلام ده كده، بس هيديك داله التغير مش عارف بتساوي كام، ولا هو مديك صاد 1 ولا صاد 2، بس عايز مقدار التغير. عشان اجيب مقدار التغير والله هروح اعمل ايه؟ هروح اجيب صاد 2 واجيب صاد ايه؟ 1. طيب او اجيب ايه؟ داله التغير واعوض فيها. تمام؟ طيب لو هو بقى طالب مقدار التغير بس كان طالب قبلها ايه؟ داله التغير. يعني مثلا عشان بس ايه تفهم، مثلا احنا عايزين ايه؟ مقدار تغير. هو الدرس بس لبكه شويه، مقدار تغير وداله تغير ومتوسط تغير وداله متوسط تغير، هي لبكه شويه، فركز بس كده وسمي الله كده. يعني انت معاك دلوقتي مقدار، عشان ايه؟ هو عايز هنا داله تغير. طيب لو طالب مقدار التغير، قال لك ده الايه؟ مقدار التغير عندما تتغير س من مش عارف 5 ل 7، يبقى الخمسه الاولى ديت هي س 1، الخمسه الثانيه اللي ايه؟ السبعه الثانيه يبقى هي س 2. تمام؟ طيب يعني عايز اهو مقدار التغير عندما تتغير، لما تتغير السين من 5 الى 7. تمام؟ يعني معانا اهو لما س تتغير من 5 للسبعه، الخمسه دي هي س 1، السبعه هي س 2. طب عشان اجيب مقدار التغير، قال لك بيساوي ايه؟ بيساوي والله صاد 2 ناقص صاد 1. تمام؟ او ايه؟ داله س 2 ناقص داله س 1. طيب هروح اجيب ايه؟ هيبقى مثلا مش عارف مديني داله س مثلا بتساوي س تربيع. س ايه؟ س تربيع. عوض يا عم في الداله، هات لي س ايه؟ داله س 1، هشيل السين ايه واحط مكانها س 1 اللي هي بكام؟ ب5. يبقى 5 ايه تربيع بكام؟ 25. تمام؟ طيب والايه؟ س 2 اللي هي داله ايه؟ صاد 2 بتساوي ايه؟ داله س 2 7 تربيع 49 ناقص س ايه؟ داله س 1 اللي احنا لسه جايبينها اللي هي صاد 1 بكام؟ ب 25. اطرح واجيب الناتج، تطلع مقدار التغير. طب لو كان عايز داله التغير، هروح اجيب له داله التغير. بعد ما اجيب له داله التغير، يعني مثلا تعالى من هنا كده نجيب داله التغير. تعالى هات لي هنا كده داله التغير. داله التغير بتساوي ايه؟ والله اهو داله التغير اللي هي ت هتساوي ايه يا عم؟ قال لك والله داله س 1 تمام زائد ه ناقص داله س 1. هات لي داله س 1 يلا الس 1 معاك ب5 زائد اله، يعني هتشيل السين ده هي تربيع. تمام؟ هتشيل السين تربيع دي تحط مكانها ايه؟ س 1 زائد ه الكل تربيع. يعني دي داله س 1، انا عايز داله عفريت بشيل السين احط مكانها عفريت. عايز داله س 1 زائد ه يبقى س زائد 1 زائد ه الكل تربيع. تمام؟ تمام يا عم. طيب هتشيل السين 1 تحط مكانها كام؟ 5. يبقى 5 تربيع اهو، يبقى 5 زائد ه الكل تربيع. تمام؟ ناقص داله س 1. داله س 1 اللي هي معاك بكام؟ والله اهو هتعوض مع كان الس 1 ب5، يبقى 5 تربيع بكام؟ والله ب25. بس وفوق كل القوس ده كده فكهولي يلا، يبقى 25. قوس تربيع بيتفك، الاول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الاول في الثاني في 2 زائد ه تربيع زائد 10 ه ناقص 25. 25 تروح مع 25 يبقى لك الداله بتساوي ايه؟ ه تربيع زائد 10 ه. دي الداله بقى.
طب لو هو بقى عايز، لو هو عايز مقدار التغير كمان، يعني هو طلب مني ان انا اجيب مقدار التغير ودالة التغير. طب ما انا كده كده هجيب دالة التغير، هروح اجيب دالة التغير. طب بعد ما اجيب دالة التغير قال لك هتروح تجيب لي الهاء. هتجيب لي الهاء يا عم، هتجيبها ازاي؟ هتطرح س 2 ناقص س 1. س 2 ناقص س 1 بكام؟ يلا س 2 ناقص س 1 تطلع عندك 7 ناقص 5 كام؟ 2. يبقى الهاء هنا كده بتساوي 2. ادي الهاء بتساوي 2. تمام يا عم. هتعوض لي في الداله دي، عايز مقدار التغير. تمام اهو، بس يعني هتشيل الهاء تحط مكانها 2. طيب يلا شيل الهاء حط مكانها 2، يبقى 2 تربيع ب4. هنا عندك 10 في 2 بكام؟ ب20. 20 زائد ايه؟ 4، 24. تطلع دي 24. طب تعالى نفس الكلام هنا كده، 49 ناقص 25 اللي احنا لسه جايبينها مقدار التغير. 9 ناقص 5 4. 4 ناقص 2 2. 24 فعلا اهو. ده 24 دي جابت 24 برضه، بس ايه؟ هنا كان طالب مقدار التغير مباشر، هروح اجيب ايه؟ س 1 وس 2 على طول. انما هنا طلب داله التغير وبعد كده طلب مقدار التغير. طب ما انا كده كده هجيب المقدار، يبقى مش هعمل اي حاجه من الكلام، ولا صاد 2 ناقص صاد 1 ولا اي حاجه. هجيب داله التغير الاول طالما هو عاوزها، وبعدين اقوم معوض عن الهاء في الاخر. بعد ما اجيبها اقول له اذا ده اللي ايه؟ مقدار التغير عندما تغير س من 5 ل 7. تمام، اللي هي ايه؟ واقوم ايه؟ معوض بقى عن الهاء بايه؟ بكذا. هعوض عن الهاء بكذا، الهاء اللي احنا لسه جايبينها س 2 ناقص س 1 طلعت بكام؟ ب 2. 7 ناقص 5 2. واقوم معوض في الداله، يطلع مقدار التغير فعلا. بس انا بقى لو عايز مقدار التغير مباشر على طول زي ما عملنا في الاول كده، مقدار التغير صاد 2 ناقص صاد 1 وريح دماغك على طول. تمام، يبقى ده التغير، ادي القانون بتاعها يا عم. طيب تعال نحل المثال الايه اللذيذ ده كده. تعال نحل المثال ده كده، ركز بس. انت هتحس في البدايه انك انت مش فاهم اي حاجه، بس مره مع مره كده هتلاقيك ايه؟ الدنيا بدات يعني تخش ايه في دماغك واحده واحده. بس انا معلش يعني لو انت قاعد بتسمع الدرس دوت لازم تكون فايق وفايق قوي. المثال بيقول لك اوجد داله التغير في داله س. تمام، في الداله عند ده ايه؟ س بتساوي 3. تمام، ثم احسب قيمه ت 2 من 10. ثم احسب قيمه ت 2 من 10. تمام يا عم. معلش اسف، نسينا نكتب الداله. هنا معاك داله س بتساوي س تربيع زائد س. س تربيع زائد س، يعني ادي الداله معاك اهي. طيب يلا، نسينا يعني نكتبها. طيب يلا نجيب الكلام ده. عشان نجيب داله، عايز ايه؟ هو عايز داله التغير. اول مطلوب عايز داله التغير. داله التغير يا عم والله كان بيساوي ت ه، اللي هي كانت ت ه كانت بتساوي ايه؟ والله كانت بتساوي داله س 1 زائد ه ناقص داله س 1. بص زي ما انا بعمل كده افتكر كده كنت بقول ايه واللي ايه القانون كان بيقول ايه، وبعد كده ابدا اعوض فيه. اهو داله س 1 زائد ه ناقص داله س 1. طيب يلا تقول لي طب ما فين السين 1 اللي انت قلت لي عليه؟ السين اللي هو مديها لك دهيت هي هتبقى هي السين 1. تقول لي يا مثلا انت كنت حضرتك مديني ايه؟ عندما تغير السين من ايه؟ مش عارف من 5 ل 7، قلت لي الخمسه هي السين 1 والسبعه السين 2. اه صح. بس هنا بقى ايه؟ هو اداك السين على طول، هي السين دهيت اللي هو مديها لك، قال لك عند س بتساوي 3 على طول، يبقى السين 1 بكام؟ ب 3. هتعوض مكانها ب 3 على طول. تمام يا عم. طيب يلا هات لي داله س 1 ايه زائد ه. هتعمل ايه؟ هتعوض لي في الداله دهيت عن س 1 زائد ه. يلا هات لي داله س 1 الاول زائد ه اهو. داله س 1 زائد ه بتساوي، هتعمل ايه؟ هتعوض لي في الداله عن س 1 اهو. يبقى س، هتشيل لي كل س تحط لي مكانها س 1 زائد ه. طب السين معاك بكام؟ ب 3 على طول بقى ب 3. هتشيل لي بقى على طول اهو اللي هي دي بكام؟ ب 3 يعني. تمام، يعني كانك هتجيب داله 3 زائد ه. طيب يلا كل ما يقابلك س حط مكانها 3 زائد ه، يبقى دي 3 زائد ه الكل تربيع زائد 3 زائد ه. طب يلا 3 زائد ه الكل تربيع فكها، يبقى 9 زائد ه تربيع زائد عندك هنا 6 ه زائد 3 زائد اله. اجمع المتشابه يلا. جمع المتشابه 9 و3 عندك كام؟ 12. ه ادي ه تربيع الاول زي ما هي 6 ه وه، يبقى 7 ه. 3 و9 12.
ادي يا عم ايه داله س واحد زائد ه، يبقى بتساوي اهو ه تربيع زائد 7 ه زائد 12. تمام. ناقص هات لي داله س واحد، داله س واحد هتشيل لي ايه؟ اهو هات لي داله س واحد، يعني كانها بتساوي داله 3. يلا عوض لي في الداله 3 تربيع بتسعه، 9 زائد 3 12، يبقى ناقص 12. يلا ال 12 تروح مع ال 12، يبقى لك الداله ايه؟ داله التغير بتساوي ايه؟ بتساوي ه تربيع زائد 7 ه تربيع زائد ايه؟ زائد 7 ه. تمام يا عم؟ تمام يا عم. دي اللي هو ايه؟ داله التغير اللي هو طالبها بتساوي ه تربيع زائد 7 ه. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف المطلوب اللي عليه الدور. هو عايز قيمه ت 2 من 10. يعني ايه قيمه ايه ت 2 من 10؟ يعني عايز داله التغير عند 2 من 10. شفت كده؟ يعني عايز داله ايه؟ التغير اللي هي 2 من 10. لما كنت اقول لك عايز ايه؟ داله س، عايز اقول لك داله 3، تعوض لي في الداله ايه؟ في داله س عن الس ب 3. طب دي ت 2 من 10 هتشيل هي تحط مكانها 2 من 10، يبقى هو قيمه ت 2 من 10 عند ه بتساوي 2 من 10. يعني هتعوض عن اللي هي ب 2 من 10. هتساوي ايه بقى؟ هتساوي ايه؟ هتشيل لي كل هي تحط مكانها 2 من 10، يبقى 2 من 10 تربيع زائد 7 في 2 من 10 تطلع بتساوي 1 و4 ايه من 10. ده اللي هو ايه؟ المطلوب الثاني اللي هو طلبه. تمام؟ لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه، لسه هنبدا نعلم الافكار شويه. بس ايه؟ بعد ما نشرح الدرس كامل هنبقى ايه؟ ندي شويه مسائل في الاخر كده نعلي بهم الافكار ونشتغل فيهم كده. طيب لحد هنا الدنيا بسيطه خالص ومفيش اي مشكله، مكملين. بيقول لك اوجد مقدار التغير عندما تتغير. اهو عايز ايه؟ مقدار التغير، مش عايز داله التغير. لسه شرحها لك، قلت لك ايه الفرق. لو طلع داله التغير ومقدار التغير كده كده انا هجيب الداله وفي الاخر اعوض على طول. طيب هنا بقى طالب مقدار التغير على طول. مقدار التغير على طول، يلا هروح اجيب ايه؟ هنا كان عندك داله س بتساوي س تربيع زائد 3. الداله بتاعتك داله س بتساوي س تربيع زائد 3. تمام يا عم. طيب هو عايز بقى ايه؟ مقدار التغير على طول. مقدار التغير على طول لما السين تتغير من 1 ل 3، يبقى الواحد ديت اللي هي ايه؟ والله السين 1. طب والثلاثه اللي هي السين 2. هروح اجيب داله ايه؟ س 1 داله س 2 على طول. يلا بقى على طول. يبقى داله س 1 بتساوي ايه؟ والله واحد ايه؟ عندك اهو. هتعوض لي في الداله دي، يبقى 1 تربيع ب1 زائد 3 تطلع كام؟ 4. هات لي داله س 2 هتساوي 3 تربيع 9. 9 زائد ايه؟ 3 تطلع 12. طب تمام. هو عايز ايه؟ هو عايز مقدار التغير. مقدار التغير اهو، يبقى مقدار، اقول له اذا مقدار التغير بيساوي اهو. عايز ايه؟ اهو ده المقدار ايه؟ داله التغير كان بيساوي صاد 2 ناقص صاد 1 اهو. 12 ناقص 4 يبقى 12 ناقص 4 تطلع بتساوي كام؟ 12 ناقص 4 عندك 8. تمام؟ 8. طيب يا عم لحد هنا الدنيا بسيطه ولذيذه. طب لو ما كانش طالب مقدار التغير، ما كانش طالب مقدار التغير وكان طالب داله التغير، تعالى كده نجيب داله التغير. يبقى داله التغير، هو انا عشان اجيب داله التغير مش لازم يبقى معايا اله؟ تمام. ده لو انا عايز اجيب ايه؟ مقدار التغير برضو لازم يبقى معايا اله بعد ما اجيب داله التغير. طب الاول كده تعالى معايا واحده واحده. تعالى كده نجيب داله التغير. داله التغير اللي هي ايه؟ ت هتساوي ايه بقى؟ هتساوي ايه؟ داله س 1 زائد ه. س 1 معاك بكام؟ اهو تعالى نجيب الاول داله س 1 زائد ه. داله س 1 زائد اله. يلا السين 1 معاك بواحد، يلا عوض لي هنا. يبقى س 1 معاك بواحد اهو. يبقى 1 زائد ه تربيع زائد 3. طب يلا مكملين. يبقى 1 زائد ه تربيع زائد 2 ه زائد 3 تطلع بتساوي ايه؟ يبقى ه تربيع زائد 2 ه زائد 4. دي ايه؟ داله س 1 زائد ه. طب هات لي داله س 1. داله س 1 هتساوي ايه؟ هتعوض لي عن ايه؟ في الداله عن السين بكام؟ بواحد. تطلع معاك اللي احنا لسه جايبينها حالا بكام؟ ب4.
طب يلا مقدار داله التغير كانت بتساوي ايه؟ داله س واحد زائد ايه؟ ناقص داله س واحد. يلا ه تربيع زائد 2 ه ناقص 4، تمام؟ او معلش اسف زائد 4 ناقص داله س واحد اللي هي بكام؟ ب 4، يبقى ناقص 4. 4 تروح مع ال 4 يبقى لك ايه؟ ه تربيع زائد 2 ه. تمام كده؟ تمام يا عم. طيب لو كان طالب بقى مقدار التغير كمان، مقدار التغير كمان احنا لسه جايبينه حالا بطريقه مباشره. طب لو هو بقى كان طالب ايه؟ داله التغير مع مقدار التغير، مش هعمل ده. لو طالب مقدار التغير على طول هعمل الكلام ده. طب لو كان طالب داله التغير ومقدار التغير مش هعمل ده هو. وبعد ما اعمل ايه؟ هجيب داله التغير الاول. بعد ما اجيب داله التغير هطرح هجيب الهي قلت لك كانت بتساوي ايه؟ بتساوي س 2 ناقص س 1. تطلع بتساوي ايه اهو؟ 3 ناقص 1 يبقى 3 ناقص 1 بتساوي 2. طب وبعدين هات لي بقى مقدار التغير. يبقى مقدار التغير بيساوي ايه؟ هتعوض لي عن الهي ب 2. يلا يبقى اهي تربيع بكام؟ عندك 4 زائد 2 في 4 بكام؟ ب 8 مع ايه؟ 2 في 2 اسف ب 4. 4 و4 كام؟ 8. يطلع فعلا مقدار التغير ب 8. احنا لسه حالا فوق اهو جايبينها بكام؟ ب 8 اهو. بكام؟ ب 8. ادي طريقه ادي طريقه. تمام؟ بس الطريقه ديت لو طالب مقدار التغير الطريقه دي افضل. لو طالبها على طول مش طالب معاها داله التغير. لو طالب داله التغير اوعى تمد ايدك هنا، هات داله التغير الاول وبعد كده هات له مقدار التغير لو هو طالب. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها داله متوسط التغير. داله متوسط التغير، داله متوسط التغير. وفي حاجه اسمها متوسط التغير. شفت انت كده مقدار التغير وداله التغير؟ هي شبهها كده. تمام؟ يعني لو عايز المتوسط هجيب له ناتج ارقام، لو عايز الداله هجيب له داله. بس يا عم داله متوسط التغير بنرمز لها بالرمز م ه. طيب قال لك بقى ايه الميم ه ديت اللي هي داله متوسط التغير؟ داله متوسط التغير اللي انا كنت لسه حالا بقول لك ايه بنرمز لها بالرمز م ه بتساوي ايه يا عم؟ قال لك والله بتساوي ت ه على ايه؟ على ه. ت ه على ه. ركز ركز ركز. م ه بتساوي ت ه على ه. ايه الت ه ديت اللي انا لسه حالا كنت بقول لك ايه؟ داله التغير. طب داله التغير كان قانونها ايه؟ قال لك والله داله التغير كان قانونها كالاتي. ايه القانون يا عم؟ قال لك اهو دل س واحد زائد ه ناقص داله س واحد على ه. ادي القانون وادي قانون. او ايه تاني؟ قال لك او صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. مش الس 2 ناقص س 1 حالا كنت لسه حالا اهو في المساله اللي قبلها اهو. في المساله اللي قبلها كانت بتساوي الايه؟ اله. طب ارجع لي هنا كده. طب ما فين اله؟ شلتها حطيت مكانها س 2 ناقص س 1. طب مش كانت سي ايه داله س 1 زائد هي ناقص داله س 1 كانت بتساوي صاد 2 ناقص صاد 1؟ نفس الكلام. طب انا كاتب ده ليه؟ ده لو عايز يعني عايز يجيب المقدار على طول بايه؟ المقدار بتاع متوسط التغير. يعني لو عايز متوسط التغير على طول من غير الداله هعوض هنا على طول مباشر هنا على طول. تمام؟ انما بقى لو عايز الداله هعوض في الكلام ده كله. لو عايز الداله نفسها هعوض هنا. لو عايز المقدار هروح اعوض هنا اهو. عشان هشتغل امتى بالقانون ده؟ هشتغل فيه لو عايز المقدار هعوض فيه على طول. انما لو عايز الداله هشتغل على ده. لو عايز الداله هشتغل على ده كده. لو عايز الداله اروح اجيب له الداله اللي هي تبقى فيها هي والكلام ده كله. انما هنا لو عايز المقدار هعوض هنا على طول تعويض مباشر. تمام يا عم. نيجي مثال كده عشان نفهم ونحل. بيقول لك اذا كانت داله س بتساوي 2 س تربيع زائد 5 س ناقص 1. دي داله. تمام؟ بيقول لك فاوجد داله متوسط التغير عند س بتساوي 2. تمام؟ ثم احسب ايه؟ م 2 من 10. تمام؟ هنشوف احنا الكلام ده كله. تيجي الاول مطلوب وعايز ايه؟ عايز داله متوسط التغير. طيب علشان اجيب داله متوسط التغير يلزمني ايه؟ يلزمني ايه؟ داله الايه؟ التغير الاول عشان اجيب داله متوسط التغير. يبقى دي الميم ها بتساوي ايه بقى؟ هتعوض لي بقى في القانون على طول. هات كله بقى على طول. يلا الته قانونها قدامك اهو. داله س 1 زائد ه. يلا هات لي داله س 1 زائد ه. هتعوض لي هنا اهو. هتعوض لي هنا اهو. هات لي داله س 1 زائد ه هتساوي. يلا شيل لي كل س حط مكانها س 1 زائد ه. يبقى دي 2 في س 1 اللي هي معاك بكام اهوت؟ اللي هي معاك بكام؟ هو قال لك عايز عند الس بكام؟ عند الس ب 2. يبقى على طول بقى 2
زائد ه تربيع زائد 5 في 2 زائد ه ناقص 1. طب وبعدين فك بقى الكلام ده اهو، يلا كله فك يلا. ننقل بس دي كده فوق شويه اهو، يلا فك لي دي كده. يبقى 2 ايه دي ه تربيع زائد ايه 4 زائد 4 ه زائد وزع لي يلا ايه، بس كان عندك هناك 2 يبقى هتضرب لي هنا 2 ادي هنا تبقى 8 يبقى هنا برضو 8 عشان في 2 هتتوزع هنا برضو بعد ما ايه ما تفك الكلام دوت هترجع تضرب في 2 يعني. تمام يا عم. طيب نكمل. 5 في 2 ب 10. 5 في ه ب 5 ه ناقص 1. يلا جمع لي الكلام ده كله يلا اهو جمعه لي. يبقى عندك 2 ه تربيع زي ما هي مفيش حاجه تتجمع معاها شبهها. 8 زائد 10 18 ناقص 1 17. تمام يبقى زائد 17. عندك ايه؟ والله عندك 5 ه و8 ه 5 ه و8 ه 13 ه يبقى زائد 13 ه. بس يا عم. طب يلا يبقى 2 ه تربيع 2 ه تربيع زائد 13 ه ناقص 17 تمام. ديت ايه؟ والله دهيت ولا اسف زائد 17 ديت اللي هي ايه؟ والله دالة س واحد زائد ه. طب هات لي يلا دالة س ايه؟ واحد لوحدها. دالة س واحد هتعوض لي بقى على طول عن الس ب 2 يبقى 2 ايه؟ تربيع بكام؟ ب 4. 4 في 2 8 زائد 5 في ايه؟ في 2 10 ناقص 1 8 و10 18 18 ناقص 1 17 يبقى ناقص 17. 17 تروح مع ال 17 وادي عندي هنا ه تحت يبقى بتساوي. هات لي يلا يبقى 2 ه يبقى لك 2 ه تربيع زائد 13 ه على ه. طب ما تاخد لي اللي هي من هنا اللي هي عامل مشترك، انا اخدها عامل مشترك يبقى لك 2 ه زائد 13 على ه. اله تروح مع اله يبقى لك الكلام ده كله بكام؟ 2 ه زائد 13. بس يا عم. يبقى الداله بتاع ايه متوسط التغير طلعت بتساوي 2 ه زائد 13. الكلام سهل بس خطوات كتيره. تمام. طب عايز ميم 2 من 10. عايز ميم 2 من 10 نجيب له عينينا ميم 2 من 10 بس كده نجيب له ميم 2 من 10. ميم 2 من 10 عندك والله هتشيل لي الايه اللي هي تعوض مكانها ب 2 من 10. تمام يبقى 2 في 2 من 10 يبقى اهو ميم 2 من 10 بتساوي 2 في 2 من 10 زائد 13 ونحسبها نشوف هتطلع كام. تمام بس يا عم. بس اي صعوبه؟ مفيش اي صعوبه، مفيش اي حاجه صعبه. اي حاجه صعبه مش شايفها. طيب يلا سؤال كمان عشان نفهم، يعني كل حاجه هديها لك هنجيب عليها سؤال. طيب قبل بس ما ننتقل بس الاول قبل ما ننتقل، هل انت حضرتك ما شفتش بس القانون ده قبل كده؟ مش فاكر القانون ده كان بتاع ايه؟ فاكر القانون ده كان بتاع ايه؟ حاول تفتكر كده. ده قانون كان اسمه قانون الميل. قانون الميل كان بيساوي فرق السينات على فرق الايه؟ الصادات. صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. هو ده الميل. يبقى متوسط التغير لو انا عايز اجيبها على طول مباشر يبقى الميل يبقى بيساوي ايه؟ الميل خليك فاكر الكلمه دي، خليك فاكرها. يبقى بيساوي ايه؟ الميل. لو انا عايز اجيب متوسط التغير هجيب الميل على طول. عايز اجيب المتوسط يعني هجيب مقدار، هجيب رقم. انما لو عايز اجيب الداله هشتغل هنا عشان اجيب داله. انما ده كده هو اللي هو يعتبر ايه؟ الميل. تمام بتاع الداله. يعني لو معايا ايه؟ داله. تمام عايزه ايه؟ الميل بتاعها مثلا يقول لك الميل بتاعها بايه مثلا بنص. الميل بتاعها بنص مثلا. طيب يجي يقول لك ايه؟ فان متوسط التغير بتاع الداله يعني عايز متوسط التغير مش عايز الداله بتاع المتوسط، يعني عايز متوسط مش داله متوسط. متوسط بيساوي الميل بتاع الداله يطلع نص. تمام يا عم. طيب يقول لك اوجد داله متوسط التغير في داله س حيث داله س بتساوي س تربيع عندما تتغير س من 3 ل 5. عينينا احنا عنينا ليه؟ عايز هو ايه؟ طالب داله متوسط التغير. طب انا هطلب من عندي كمان المقدار. عايز اجيب مش عايز الداله بس، لا ده انا عايز متوسط التغير كمان. طيب تعالى نجيب الداله الاول. يلا نجيب الداله.
عشان اجيب الداله يلزقها اهو، يبقى داله متوسط التغير اللي هي م ه بتساوي ايه؟ والله بتساوي ت ه اللي هي ايه؟ داله س واحد زائد ه ناقص داله س واحد على ه 100 100 100 100. طيب يلا هات لي يا عم داله س واحد زائد ه، داله س واحد زائد اله، هاتها لي يلا في جنب كده. ادي يا عم الداله بتاعتك، فين السين واحد؟ ادي السين واحد بثلاثه، ادي السين واحد بكام؟ بثلاثه، تمام. طيب يبقى 3 زائد ه تربيع، فكها يلا يلا نفك، يبقى ه تربيع زائد 6 ه زائد 9 100 100. طيب هات لي يلا داله س واحد، نجيب داله س واحد زائد ه، هات لي داله س واحد هتعوض لي عن السين ايه؟ هنا عندك ايه؟ 3 ايه تربيع، يبقى 3 تربيع تطلع بكام؟ بتسعة. طب يلا نعوض في القانون، ادي القانون يا عم. لسه جايب دالة اهو س واحد زائد ه بكام؟ ه تربيع زائد 6 ه زائد 9 ناقص دالة س واحد بكام عندك؟ بتسعة على ه، التسعة تروح مع التسعة يبقى لك ه تربيع زائد 6 ه على ه، خد لي ه عامل مشترك يبقى لك ايه؟ والله يبقى لك ه زائد 6 على ه، اله تروح مع اله يبقى لك الناتج ده بكام؟ ه زائد 6. ده اللي هو عايزه، عايز دالة متوسط التغير. طب لو عايز مقدار ايه او عايز متوسط، يعني مش عايز الداله، عايز المتوسط على طول، المتوسط على طول لازم يبقى معايا اله. طب تعالى كده نجيب اله، لسه قايل لك حالا ان اله كانت بتساوي ايه؟ والله يا حبيبي اله كانت بتساوي، اله كانت بتساوي اهو، اطرح لي دول ايه من بعض، 5 ناقص 3 كام؟ 2. 5 ناقص 3 2، يبقى له ب 2، هتعوض لي هنا في الداله عن له ب 2، يبقى اهو الداله متوسط التغير اهو عند ه بتساوي 2، ده له ب 2، لما يبقى معايا له ب 2 اجيب اللي يبقى الميم ه، تمام، او ميم 2 بتساوي ايه؟ اهو يلا يلا هتعوض لي عن له ب 2، يبقى 2 زائد 6 تطلع بكام؟ ب 8. طيب ليه؟ هو طالب متوسط التغير وكمان كان طالب الداله، فراح اجيب الداله واعوض على طول، تعوض مباشر اهو. طب لو كان طالب المتوسط على طول، صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. طريقه ثانيه لو عايز المتوسط، يبقى المتوسط بيساوي متوسط التغير بيساوي صاد 2 ناقص صاد 1. هات لي صاد 2 هتعوض لي عن ايه؟ ادي ايه؟ صاد 2 يعني داله س 2، ادي يا عم الس 2 اهو، يبقى 5 تربيع بكام؟ 25 ناقص صاد 1 يبقى 3 ايه تربيع اللي هي داله س 1 9 على كام؟ س 2 ناقص س 1 اللي هي على اله، يعني اللي انا لسه حالا جايبها س 2 ناقص س 1 بكام؟ ب 2. 25 ناقص 9، تمام، عندك 25 ناقص 9 كام؟ تطلع 16. 16 على 2 تطلع بكام؟ ب 8. فعلا برضه المتوسط طلع ب 8. ادي طريقه، دي طريقه على طول مباشره لو طالب المتوسط على طول، لو طالب المتوسط بس. انما لو طالب الداله، والله هو طالب الداله يبقى هو راجل رخم، راح اجيب له داله متوسط التغير، طب وفي الاخر اقوم معوض على طول اجيب له المتوسط. طيب ماشي، لحد هذا الان الدنيا ايزي بسيطه. نبدا بقى يعني نعلي الافكار شويه. بيقول لك اوجد متوسط التغير في حجم مكعب عندما يتغير طول ضلعه من 5 ل 6. طب انت المره اللي فاتت كنت بتديني الدوال، المره دي ما ادتنيش داله، بشتغل ازاي؟ يا عم ماشي، ادي كده هنقول ان دي س 1 ودي دي س 2. طب انا بقى فين الداله اللي هعوض في قلبها؟ هو عايز متوسط تغير. طيب متوسط تغير على طول هنجيبها بالطريقه المباشره، مثلا بالطريقه المباشره اهو، صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1، ده المتوسط. طب ماشي، انا عشان اجيب الصاد 2 وعشان اجيب الصاد 1 عايز الداله، هجيب الداله منين؟ هو عايز ايه يا حبيبي؟ عايز مقدار التغير، او عايز متوسط التغير في ايه؟ في حجم مكعب، حجم مكعب. يعني هشوف قانون حجم المكعب ايه، وهو ده ايه؟ هو ده هيبقى على طول داله س. هو عايز ايه؟ عندما يتغير طول ضلع، تمام. قانون ليه؟ قانون حجم المكعب كان بيساوي ايه؟ طول الضلع في ايه؟ طول الضلع تكعيب، او طول الحرف تكعيب، تمام؟ يعني ايه؟ كنا بنرمز له بالرمز لام، اللي هو طول الحرف يبقى لام تكعيب. بس انا هنا مش عايز لامات، انا بتكلم ما بتعاملش هنا مع لامات، انا بتعامل هنا مع س، يبقى على طول داله س
بتساوي ايه؟ بتساوي القانون بقى اللي هي كان لام تكعيب، بشيل لام احط مكانها كام؟ س، يبقى س تكعيب. طيب هديك بقى مساله كمان، هديك مساله وعايز هنا مقدار التغير في ايه؟ في طول ايه؟ اهو متوسط التغير في ايه؟ في حجم مكعب عندما ايه اللي بيتغير؟ طول الضلع. طول الضلع اللي بيتغير يبقى على طول هفرض على طول ان طول الضلع س. طول الضلع نفرض اهو طول الضلع بيساوي س. الحاجه اللي بتتغير دايما شوف اهو اسمع مني، علشان هو انا بحط لك امتحان هجيب لك سؤال اهو، شوف بقول لك ايه وهتغلط فيه. شوف بقول لك ايه، دايما اللي بيتغير اللي بيحصل له التغير ده هفرضه هو س. دايما اللي بيتغير هفرضه س. يعني لو معايا مثلا اسطوانه مثلا، ومثلا احنا مثلا شغالين في الحجم بتاعها. الحجم بتاعها كان ايه؟ معايا مثلا مساحه قاعده في الارتفاع مثلا. مساحه القاعده في الارتفاع، ومساحه القاعده على شكل ايه؟ دايره. طيب قلت لك ان الايه؟ القاعده بتاعت الدايره نص القطر بتاعها بيتغير، وبرضه الارتفاع بايه؟ بيتغير. جيت اقول لك عايز إيه متوسط تغير مثلا في الحجم عندما يتغير الارتفاع من كذا لكذا، يبقى تشتغل على الارتفاع بس لوحده، هتفرض ان الارتفاع س. طب ورجعت طلبت منك او قلت لك مثلا يعني ان كان الارتفاع كان بيساوي مثلا ايه؟ 3 نق، يساوي 3 ايه؟ نق، يعني 3 من نص قطر الايه؟ القاعده. يعني ادي معانا الاسطوانه اهوت يا عم، عشان انت بس ايه مش فاهم حاجه. ادي الاسطوانه، ده الارتفاع بتاعها، اهو يا عم، ادي الارتفاع بتاعها عين، تمام. ودي النق بتاع ادي النق، تمام. الحجم بتاعها كان بيساوي ايه؟ الحجم كان بيساوي العين في باي نق تربيع، تمام. طيب جيت اقول لك عايز متوسط تغير في الحجم، يعني هقول لك في المساله عادي جدا في المساله ان العين بيساوي 3 نق. في المساله اقول لك ان العين بيساوي 3 نق. اول حاجه اقول لك عايز مقدار، او اقول لك معلش اسف، متوسط تغير في الحجم عندما يتغير الارتفاع من 5 الى ايه؟ الى 3. يبقى هتفرض لي ايه؟ هتفرض لي انا عايز ايه؟ انا عايز الارتفاع، صح؟ مش انا عايز الارتفاع، انا عايز بشتغل على الارتفاع، يبقى هفرض ان الارتفاع س. يبقى الارتفاع بيساوي س. يبقى النق بيساوي ايه؟ يبقى من هنا على طول اهو بقى، النق من هنا بقى هجيبها من هنا، يبقى النق بيساوي س على 3. يبقى النق اهو، اذا النق بيساوي س على 3، واروح اعوض في القانون بتاعي، تمام. يبقى دالة س هتساوي بقى اهو، واقوم معوض هنا، اشيل الايه؟ العين اكتب مكانها س، والنق اكتب مكانها س على 3، واجيب الداله ده وانا بشتغل في الارتفاع. طب جيت بقى مثلا قلت لك عايز برضه متوسط تغير في الحجم عندما يتغير نص القطر بتاع قاعدتها من مثلا 7 الى 10 مثلا. انا عايز ايه؟ عايز مقدار التغير في ايه؟ عندما يتغير ايه اللي بيتغير؟ انه بادئ نق، يبقى هفرض ان النق بيساوي س. لما افرض ان النق بيساوي س يبقى العين بكام؟ يبقى العين بتساوي 3 س، واروح اعوض واجيب داله هنا ثانيه. شوف بتفرق، انا بعرفك عشان بس ايه؟ يعني انا قلتها لك انا كنت والله مش عايز اقولها، واقوم رازع فيها سؤال في الامتحان وخلاص، كنت هجيبها لك على المستطيل. مساحه مستطيل كانت بتساوي الطول في العرض، كنت هقول لك برضو ان الايه؟ هقول لك ان العرض مثلا بيساوي ايه؟ او الطول بيساوي ايه؟ 3 امثال العرض. هقول لك ان الطول مثلا بيساوي 3 امثال العرض مثلا. الطول بيساوي 3 امثال العرض. يبقى على طول اهو هنفرض طول الحرف اللي هو بيحصل له التغير بكام؟ بس. طيب انت عندك قانون الحجم كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي طول الحرف ايه؟ تكعيب. يبقى على طول س تكعيب. يبقى الداله على طول بتساوي س. داله س بتساوي ايه؟ س تكعيب. تمام يا عم. طب يلا بقى نعوض بقى على طول. جبنا الداله عوض لي. هو عايز المتوسط مش عايز داله. لسه حالا جايبين الداله ولسه حلين عليها مثال، لانه بادئ بقى عايز المتوسط على طول. يلا هات لي صاد 2. هتشيل لي ايه؟ السين تحط مكانها ايه؟ س 2 على طول اللي عندك بكام؟ 6 تكعيب ب 200 وكام؟ 16 تقريبا، 216 ناقص. عايز ايه هنا؟
100 ايه ناقص صاد واحد تكعيب، يبقى دالة س واحد على طول يبقى 125 على س 2 ناقص س واحد هتطرح لي 6 ناقص 5 بكام؟ بواحد. 6 ناقص 5 تطلع 1. 216 ناقص 125 نحسبها تشوف هتطلع كام؟ تطلع عندك 91. تطلع عندك كام؟ 91. لما تروح تحسبها تطلع 91. يبقى ده المتوسط واللي هو عايز. طب لو كان عايز الدالة راح اجيبها عادي جدا زي ما احنا لسه حالين المسألة اللي فاتت. طيب يا عم، طيب يا عم، بعد كده عندي بقى معدل التغير. معدل التغير بقى اللي هو اصلا درسنا اصلا اللي هو كان اسمه معدل التغير. عشان اجيب معدل التغير قال لك معدل التغير ادي يا عم القانون بتاعه، ده القانون بتاعه. نهاية دالة متوسط التغير دايما لما هي تقول للصفر، هي تقول للصفر، ما ينفعش هي تقول لاي رقم تاني، ما ينفعش هي تقول لاي رقم تاني، ما ينفعش هي تقول لاي رقم تاني، لازم الهي تقول للصفر، باكد عليه. طيب يعني مثلا هنفترض كم معانا ايه، رحنا جبنا داله مثلا متوسط تغير مثلا يعني طلعت مثلا عندي الميم ه بتساوي ه مثلا زائد 13 مثلا يعني تمام. طيب على طول هو بقى ايه، طب انا ايه جبت ايه يعني اهو، هنفترض مثلا بعد ما جبنا داله متوسط التغير طلعت ه زائد 13 وطالب معدل التغير، يبقى على طول معدل التغير بيسألنا لما اله دايما تقول للصفر ه زائد 13 على طول، يبقى على طول بقى تعويض مباشر صفر زائد 13 تطلع بتساوي كام؟ 13. ده معدل التغير بكام؟ ب 13. معدل التغير ب 13 بس يا عم، والله بس والله بس. طيب يلا نحل مثال عشان بس الدنيا تثبت في دماغك. بيقول لك إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع ناقص 3 س، أوجد معدل التغير عند س ب2. ماشي. وعايز معدل التغير عند الس بكام؟ ب2. يبقى الس ب2 يبقى دي هي اللي هي الس 1. طب أنا علشان أجيب معدل التغير والله يلزمنا أجيب متوسط التغير. طب وعشان أجيب متوسط التغير لازم أنا أجيب إيه؟ دالة التغير. طب ده إيه؟ اللي هي ت هي يعني على ه. هو القانون ده بتاع ت هي على ه، أو اللي هي إيه؟ دالة س واحد زائد ه ناقص دالة س واحد على ه. طب يلا نجيب دالة ايه؟ س واحد زائد ه. يلا هات لي يلا دالة ايه؟ س واحد زائد ه. يبقى دي دالة س واحد زائد اله بتساوي، يلا عوضنا هنا في القانون، يبقى على طول 2 زائد ه بكل تربيع ناقص 3 في 2 زائد ه. شغال يا عم، يلا فك لي دون. يبقى هي التربيع زائد 4 ه زائد 4 على طول وزع بقى الثلاثه دي جوه ايه؟ جوه يلا ناقص اللي ايه 63 عندك بكام؟ 6. يبقى على طول ناقص 6 ناقص 3 اهي، جمع المتشابه يبقى دي ه تربيع 4 ه ناقص 3 ه به. عندك 4 ناقص كام؟ 6 بكام؟ بسالب 2. على طول يلا نعوض هنا، على طول نعوض، يلا نعوض. لسه جايبينها اهو، يبقى ه تربيع زائد اله ناقص الاثنين 100 مكملين ناقص، هات لي دالة س واحد. يبقى على طول دالة س واحد هتعوض عن الس واحد بكام؟ ب2. يبقى 2 تربيع ب4. 2 تربيع عندك بكام؟ ب4 ناقص 3 في 2. تمام، تطلع عندك بكام؟ 3 في 2 عندك بكام؟ ب6. 4 ناقص 6 كام برضه؟ سالب 2. يبقى على طول ناقص سالب 2 على ه. سالب في سالب بموجب، يبقى كأنها ايه؟ يبقى دي كأنها زائد ه. سالب 2 تروح مع موجب 2. تمام، يبقى لك ه تربيع زائد ه على ه. والله هناخد ه عامل مشترك، هي عامل مشترك، يلا ناخد ه عامل مشترك. يبقى اهو ه، يبقى لك ه زائد 1 على ه. ه تروح مع اله تطلع بتساوي كام في الاخر؟ ه زائد 1. ده ايه؟ ديت دالة متوسط التغير. طب انا عايز معدل التغير، يبقى معدل التغير بيساوي، اوعى تنام، معدل التغير
بيساوي ايه بقى؟ والله قلت لك بيساوي، ادي القانون بتاعه نهى. ادي السبوره اللي عماله تعلم اهو، نهى لما لقيت اقول لي الصفر على طول بقى اهو، ه زائد واحد هتعوض عن الهي بصفر، على طول يبقى صفر زائد واحد تطلع بكام؟ بواحد. بس يا عم، بس يا عم، يبقى ده ايه؟ ده معدل التغير، معدل الايه؟ التغير. هديك مساله حالا، حضرتك انت اللي هتحلها وتكتب لنا الحل بتاعها في الكومنتات. هي دي المساله. بيقول لك اذا كان داله س بتساوي 2 س ناقص 3 اوجد داله التغير، وميم هي دي يعني اللي هي داله متوسط التغير عند الس بتساوي 3، ثم اوجد معدل التغير عند السين بتساوي 4. دي حضرتك انت اللي تحلها، تكتب لنا الحل بتاعها في الكومنتات يعني. طيب يلا، بقول لك متوسط التغير في داله، تمام، في دال يعني اللي هي داله ايه؟ داله اسمها دال بيساوي 2 و4. متوسط التغير بيساوي 2 و4، تمام. عندما س تتغير من 3 لايه؟ ل 3.2، فان التغير بيساوي، هو عايز التغير بقى، مش عايز الداله، هو عايز التغير بيساوي ايه؟ طيب ماشي، طب مش المتوسط دوت، مش المتوسط كان بيساوي التغير على س واحد، او مع اسف س 2 ناقص س 1، س 2 ناقص س 1. طب ما التغير ده اللي انا عايز اجيبه، يبقى التغير بيساوي على س 2 ناقص س 1 3.2 ناقص 3 تطلع 2 من 10. الكلام ده هو قال ان هو بيساوي كام؟ المتوسط قال ان هو بيساوي 2 و4، يبقى دي 2 و4، يبقى على طول طرفين في وسطين، يبقى التغير بيساوي 2 من 10 في 2 و4 من 10. اجيب الايه؟ المتوسط، نحسبها شوف هتطلع بكام. تطلع عندك 48 من 100، تطلع عندك كام؟ 48 من 100. تمام يا عم. طيب السؤال اللي عليه الدور، سؤال لذيذ سهل، بس عايز واحد بيفهم، ده لو انت بتفهم. بيقول لك اذا كان ده داله ثابته، حيث داله س بتساوي 15 اوجد ايه؟ متوسط التغير عندما س تتغير س من -1 ل 2. الوضع على طول هو عايز ايه؟ متوسط التغير. طيب متوسط التغير، لا، طب بص كده يا حبيبي، بص بس كده ثواني، بص بس كده، تعالى ارسم لي كده الايه؟ الداله الثابته دي كده. مش هو ايه؟ داله س بتساوي س ايه؟ داله س بتساوي 15. يعني هاجي عند ال 15 اهو، تمام، 15 هنا على الصدات اهيت، وهنفترض ال 15 مثلا هنا. هرسمها ازاي؟ هرسمها كده. حضرتك كان عندك الرسومات في ايه؟ الترم اللي فات يعني. هل انت هنا في اي تغير بيحصل في الصدات؟ ما هو متوسط التغير دوت كان الميل. هات لي الميل ده كده، هتجيبه، هات لي يلا الميل ده كده، هات لي يلا ميل الموازي لمحور السينات. تعالى هاته لي كده بصفر، تمام، بصفر. ميل الموازي لمحور السينات بصفر. طيب يبقى على طول، ما هو مش انا كنت بقول لك المتوسط كان بيساوي الميل بتاع الداله. طب هات لي الميل ده كده، ميل الموازي لمحور السينات كان بصفر، يبقى على طول متوسط التغير بيساوي ايه؟ يبقى على طول متوسط التغير بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. اي داله ثابته في الدنيا متوسط التغير بتاعها بيساوي صفر. طب لو كانت مثلا، كان مديني ايه؟ مثلا رسم بالشكل ده كده مثلا، بيقول لك عايز متوسط التغير بتاعها على طول برضه بصفر برضه على طول، سواء كان عندك المستقيم مرسوم موازي لمحور السينات او موازي للصادات، على طول متوسط التغير بتاعهم بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. تمام يا عم. ده اللي اسمها ايه؟ ده اللي ثابته اصلا من اسمها، مفيش حاجه بتتغير فيه، اللي بيتغير بس فيها قيمه السين، لكن قيمه الصاد ثابته. طيب يلا اللي بعدها، بيقول لك عايز متوسط التغير. لسه كنت بقول لك متوسط التغير كان بيساوي ايه؟ بيساوي الميل يا حبيبي. طب يلا ادي داله س مرسومه بالشكل ده كده، ده الرسمه بتاعتها. طب عايز المتوسط بتاعها، المتوسط هيساوي ايه؟ هيساوي تان، تمام، اللي هي ايه؟ ظا. طب مش الميل كان بيساوي ظا ايه؟ الزاويه التي يصنعها او التي تصنعها الداله مع الاتجاه الموجب لمحور س. طب ادي الداله، فين الاتجاه الموجب لمحور س؟ ادي يا عم الاتجاه الموجب لمحور س اهو،
يبقى الزاويه دي كام اللي بتعملها الداله مع الاتجاه الموجب للمحور 45. يبقى المتوسط بيساوي ايه؟ الميل اللي هو كان بيساوي ظا الزاويه اللي تصنعها ايه؟ الداله مع الاتجاه الموجب للمحور ظا 45 تطلع بكام؟ بواحد يعني. بس يا عم بس يا عم كده درسنا خلص. يعني حلينا عليه اهوت واتدربنا عليه علشان برضه ما يكونش ناقصك اي حاجه. ده شرح الدرس والايه وبرضه حل شويه امثله عليه. لكن طبعا الحل طبعا بتاع الكتاب بتاعنا وحل الكتاب المعاصر على الدرس دوت هيكون متوفر معاكم على المنصه. تمام؟ طيب برضه هيكون معاك برضه الارقام ديت. يعني دي ارقام لو انت عندك برضه عند اي حضرتك مثلا عايز تستفسر مثلا عن المنصه ازاي تشترك ازاي الكلام ده كله. ده رقم اهوت. الرقم ده عند حضرتك واتساب واتس بس. ده الرقم دوت واتس. لو عايز تسال مثلا ايه ازاي الاشتراك الكلام ده كله والدنيا دي كلها وتفاصيل الاشتراك. وبرضه لو حابب برضه تطلب الكتاب بتاعنا او الكلام ده كله برضه على الايه؟ على الايه؟ الرقم دوت. هتاخد الكتاب مش هتاخدها PDF. لا يا حبيبي انت هتاخد الكتاب هيوصلك لحد البيت طبعا. تمام؟ ده الرقم اللي هتطلب بيه. طيب لو برضه عندك برضه ايه او برضه ايه ممكن برضه فون لو انت حضرتك برضه ايه عايز برضه ترند 0 اهوت على الرقم ده كده. ده ايه؟ واتس برضه او فون واتس او برضه لو عايز ترند لو عايز برضه ترند. تمام؟ متاح يعني على الرقم دوت او على الرقم دوت. ده شغال واتس بس. تمام؟ دوت اهو. عندك بقى اي سؤال اي مش عارف ايه الرقم بقى بتاع الاسئله وبتاع الاستفسارات عن اي سؤال حضرتك عايز تساله هيكون موجود معاك على الايه؟ المنصه. يعني الرقم بتاع الاسئله تمام هيكون موجود معاك موجود معاك على المنصه. او برضه لو حابب تسال اي سؤال تاني يعني في ناس هترد عليك من على الايه؟ الرقم بتاع المنصه ده للناس المشتركه في المنصه. طيب لو انت مش مشترك برضه عايز تسال اي اسئله هتلاقي عندك برضه ايه؟ في جروب التليجرام هتلاقي برضه بنسيب لك لينك طبعا جروب التليجرام. تمام؟ او جروب الفيسبوك برضه تقدر تعرض اي سؤال ليك عليه على جروب الفيسبوك او على جروب التليجرام. تمام؟ برضه عندك جروب واتساب برضه تقدر تبقى تعرض عليه اسئلتك طبعا هنرد عليه. تمام يا عم. اتمنى اكون وصلت لك الدرس بشكل بسيط وشكل سلس. اتمنى تكونوا فهمتوا ونشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.